إلى تفاصيل النشرة. أجرى الرئيس إسياس أفورقي ورئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن أحمد البشير مباحثات يوم أمس 13 من يونيو بالقصر الحكومي حول القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناولت المباحثات سبل الارتقاء بالتعاون الجاري بين إريتريا والسودان في مجالات التجارة والمواصلات والسياحة والتعليم والصحة. واتفقا على الدفع وتعميق اللقاءات والتعاون الموجود بين الأقاليم المتاخمة لحدود البلدين بتوجيهات ومتابعة الرئيسان. وسيزور الرئيس عمر البشير بعد ظهر اليوم زار مختلف مؤسسات التنمية. وستتواصل المرحلة الثانية من مباحثات الرئيس إسياس أفورقي والرئيس عمر حسن البشير يوم غد 15 من يونيو. وقد وصل الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير البلاد يوم أمس، وكان في استقباله بمطار أسمرة الرئيس إسياس أفورقي. وقال الرئيس عمر البشير في الكلمة التي ألقاها في مسجد الخلفاء الراشدين بأسمرة عقب صلاة الجمعة إن العلاقات بين الشعبين الإريتري والسوداني ذات جذور تاريخية، مشددا على أهمية ذلك لضمان مصالح الدولتين وأمن المنطقة. وقال إن الحكومتين ستعملان للارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات. هذا وزار الرئيس البشير المؤسسات الإنتاجية في أسمرة ومزرعة فواكه المناخ المعتدل والزهور في مايسوروا. كما أوضح وزير الخارجية السوداني السيد علي أحمد كرتي في تصريح لوكالة الأنباء إرنا أن زيارة المؤسسات الإنتاجية المختلفة أظهرت الجهود والاستثمار الذي يقوم به الشعب وحكومة إريتريا بالقدرات الذاتية والنجاحات التي تحققت. أوضح مدير المواصلات العامة في الإقليم الأوسط السيد كبروم سجيد عن إدخال المواصلات إلى جميع قرى الإقليم مع دخول الحافلات إلى البلاد مؤخرا، حيث تقوم 95 حافلة بتقديم خدمات المواصلات. وذكر عن إدخال خدمات المواصلات إلى أحياء وقرى أربع ربع وبلزة ووقرتي ووكي وقريتات وحزحز التي كانت الخدمات قد توقفت عنها. وإدخال المواصلات إلى 16 قرية أخرى منذ تأطير مكتبي مواصلات المدينة والريف في فبراير 2012. وذكر كل من السيد إسكارلو بيني من وكدبة والسيد أمانئيل عندي من عزين والسيدة ليا نجاسي من عد شماغلي أنهم كانوا يعانون في السابق من قلة المواصلات، وقد حلت المشكلة لتوفير الحافلات. وأشار كل من السيدة هويت قبر من كازين ومدير ضاحية كازين السيد سمري تخلي أنهم كانوا يضطرون على استخدام الحافلات الخاصة بأسعار عالية أو الذهاب سيرا على الأقدام إذا لم يجدوا المواصلات. وقد انتهت المشكلة بعد تخصيص خدمات المواصلات العامة في الإقليم الأوسط. قام أعضاء وزارة الإعلام في إقليم القاشبركة بزيارة أقاليم الجنوب وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر لتفقد برامج التنمية والمواقع السياحية ودفاعات التصدي لقزو الويان والدفاع عن سيادة الوطن. وأوضح الشباب بأن طبيعة وتضاريس دفاع بوري يعكس بطولات قوات الدفاع، معربين عن إعجابهم بسلطنة رحيت المستمرة منذ فترة طويلة بالمحافظة على تراثها وعاداتها. وذكروا من خلال جولتهم بأن موقع قحيت وضواحيه له دور كبير في البحوث والدراسات التي يقوم بها طلاب كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في عد قيح، مشيرين إلى أن تحويل المنحدرات الحادة لإيجيلا ودمحينا إلى طريق آمن مثال على فاعلية الشباب وتفانيهم في العمل.
وأشاروا إلى مشاهدتهم في متحف مصوع موارد إقليم شمال البحر الأحمر وأحداث عملية فنقل التي فتحت الباب للاستقلال والمواقع الأثرية والتاريخية في المدينة التي تشهد تطورا ملحوظا. وقال الصحفي كارلو مبرهتو الذي أشرف على الرحلة إن على الصحفيين امتلاك المعرفة في الكثير من المجالات وخاصة المناطق التي يعيشون فيها، وقد هدفت العملية مشاهدة التنمية والتطور في بلدهم عن كثب. يقوم سكان لابا بمديرية نقفة بأنشطة نفير لتنمية المياه الجوفية وضمان توفير مياه الشرب والسقي. وأوضح السكان بأنهم يعملون لإعادة إخضرار منطقتهم التي أجدبها المستعمر والحروب، حيث تجري بفعالية أعمال بناء المدرجات والحواجز المائية وبناء حفيرين. وقال السيد صالح إدريس درهوي والسيد حامد ناصح والسيدة بخيتة عثمان إن السكان قاموا بمبادراتهم بقرص أكثر من 5000 شتلة وتجهيز مواقع للشتول بغرض شتلها في موسم الخريف، مطالبين وزارة الزراعة لتوفير أدوات العمل. وذكرت السيدة بخيتة عثمان والسيد إدريس عثمان أن إنتاجهم الزراعي لم يكن بالمستوى المأمول لانجراف التربة وعدم قيامهم بأنشطة الحماية، ويعملون حاليا بقوة لحماية انجراف التربة. أكد سكان كرن في أسبوع الحوادث المرورية الذي نظم في المدينة على أهمية التحقق من كفاءة السيارات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، داعين أصحاب السيارات والسائقين وخاصة المركبات العامة لضمان كفاءة سياراتهم. وقد تم توجيه التوضيح في أسبوع الحوادث المرورية بأن القيادة أثناء السكر وعدم الالتزام بقوانين المرور من الأسباب الرئيسية للحوادث، إضافة بالدعوة للقيام بالتعبئة الواسعة لتوعية الشعب لخفض الحوادث. وذكر في المحاضرات التي نظمت بالمناسبة أن الفحص السنوي للسيارات يساهم بدور كبير، غير أن على السائقين عدم انتظار الفحص الدوري والعمل باستمرار للحفاظ على جودة وكفاءة سياراتهم. وقال مسؤول وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كستي برهان سلمون إن السيارات التي لا يهتم أصحابها بالمراجعة السبب الرئيسي للحوادث، موصيا السائقين لتوخي الحذر وأصحاب السيارات تأمين كفاءة سياراتهم ومراقبة السائقين. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي توجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 6 من المحافظين والإصلاح حسن روحاني، وسيخلف الرئيس المنتخب الرئيس محمود أحمدي نجاد المنتهي ولايته، والذي حكم إيران 8 أعوام تميزت بمشاكل اقتصادية وعقوبات غربية على البلاد بسبب مشروعها النووي المثير للجدل. وكان المرشد الأعلى علي خامنئي دعا الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلا بغض النظر عمن سيفوز سيكون قادرا على الوقوف في وجه الأعداء والمعتدين. وفتحت مراكز التصويت في 8 صباحا، ويحق ل50 مليون إيراني الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد. ويقول مراسلون إن روحاني استقطب الكثيرين حيث تحدث علنا عن ضرورة العودة إلى الحوار مع الغرب، وقد اكتسب الكثير من الدعم بعد أن انسحب الإصلاحي محمد رضا عارف من السباق آخذا بنصيحة من الرئيس السابق محمد خاتمي. ويستفيد روحاني من دعم الرئيسين السابقين محمد خامنئي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي أغطي من المشاركة في الانتخابات، ولكنه يواجه تحديا كبيرا
أمام مرشحي التيار المحافظ بمن فيهم كبير المفاوضين السابق سعيد جليلي وعمدة طهران محمد باقر. وتعد انتخابات الرئاسة التي جرت اليوم الأولى من نوعها منذ انتخابات عام 2009 التي قال مرشحون إصلاحيون إنها زورت لصالح فوز الرئيس محمود أحمد نجاد بفترة رئاسية ثانية، مما فجر احتجاجات استمرت عدة أشهر. قررت الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في بناء 1000 وحدة سكنية في مستوطنتين صغيرتين معزولتين هما مستوطنتا إتمار وبرشتين، وتقع المستوطنتان في عمق الضفة الغربية في منطقة لا يتوقع أن تكون ضمن حدود إسرائيل في أي تسوية سلمية محتملة. وسيزداد عدد السكان في المستوطنتين نتيجة الخطط الجديدة بمستوى يتجاوز بكثير ضرورات النمو الإسكاني الطبيعي. وكانت منظمة سلام الآن المناهضة للاستيطان قد أوردت تقارير عن خطط توسيع المستوطنتين، وهو ما أكده لاحقا المتحدث باسم وزارة الدفاع جاي البار، الذي أكد أن الخطط تبلورت في الأسبوعين الأخيرين. يذكر أن بناء المستوطنات يقف عائقا في طريق استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقد توقفت المفاوضات قبل 5 سنوات تقريبا. ويشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجميد الاستيطان قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما ترفضه إسرائيل، مما يزيد من صعوبة مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي زار المنطقة أكثر من مرة مؤخرا في محاولة لإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات. أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان محادثات مطولة مع ممثلي المحتجين وصفت بالإيجابية. ووجه أردوغان نداء إلى الأهالي لسحب أبنائهم من ساحة الحديقة. وقال محتجون أتراك اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد بتجميد خطط لإعادة تطوير منتزه في إسطنبول حتى تصدر محكمة قرارا بشأن المشروع، واعتبروا ذلك بادرة إيجابية بعد أسبوعين من الاحتجاجات. والتقى أردوغان ليلة الخميس وفدا يتألف في معظمه من ممثلين وفنانين، لكنه ضم أيضا عضوين من ائتلاف تضامن تقسيم الذي ينسق الاحتجاجات. وقال تضامن تقسيم إن أردوغان وعد بالتقيد بالحكم الذي سيصدر في دعوى قضائية أقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع إعادة التطوير وإجراء استفتاء على الخطط إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة. وأثارت حملة للشرطة ضد المحتجين في المنتزه على مدى أسبوعين موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية شارك فيها علمانيون وقوميون ومهنيون ونقابيون وطلاب. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه يوما بعد يوم في مدن من بينها العاصمة أنقرة، بينما رشقها الشبان بالحجارة وقنابل البنزين في أسوأ اضطرابات تشهدها تركيا. وقتل 3 أشخاص من بينهم ضابط شرطة، وأصيب حوالي 5000 بجروح وفقا للجمعية الطبية التركية. هز انفجار مدوي مصنعا للكيميائيات في جشبار بولاية لويزيانا الأمريكية يوم أمس الخميس، مما أسفر عن نشوب حريق هائل وإصابة 33 شخصا. وأصدرت أوامر ببقاء السكان المقيمين على مسافة 3 كيلومترات من المنشأة في منازلهم. وتسبب الانفجار في تكون كرة ضخمة من اللهب وانتشار دخان كثيف فوق مصنع ويليامز أولنيف الواقع على ضفاف نهر الميسيسيبي جنوب باتون روج وعلى مسافة 100 كيلومتر من نيو أورلينز. وقال الشرطة الولاية إن نحو 600 شخصا كانوا يعملون في المصنع وقت وقوع الحادث، وأن النيران كانت ما تزال مشتعلة بعد الحادث ب3 ساعات. وقال غفر السواحل الأمريكية إن حركة الملاحة في نهر الميسيسيبي لم تتأثر.